بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ الفخر والاعتزاز نجتمع اليوم في ختام موسم نبض الإسعاف الخامس انتظار، لنحتفل بإنجازات فريق نبضة حياة الذي كرس جهوده لخدمة مجتمعنا خلال شهري محرم وصفر، من خلال تقديم دورات الإسعافات الأولية وتأهيل القائمين في دور العبادة عليها وعلى الاستجابة للحالات الطارئة والتغطية الإسعافية لمواكب العزاء والقراءة الحسينية. إن هذا العمل النبيل يعكس أسمى معاني التفاني والإيثار، حيث تسابق أعضاء الفريق والمتطوعين في الموسم بروح واحدة لتقديم أفضل ما لديهم من خبرات ومعارف إسعافية، حفاظا على سلامة المشاركين في هذه الشعائر المقدسة. لقد كان الموسم مليئا بالتحديات، ولكن بفضل الله أولا وبتوفيق من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ثم بحكمة تنسيقية الموسم وعزيمة وإصرار أعضاء فريقنا، استطعنا أن نقدم نموذجا يحتذى به في العمل الجماعي المنظم والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة ومهنية. لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا الموسم من مدربين ومتطوعين وداعمين، كما نعرب عن امتناننا العميق لجميع القائمين على دور العبادة والمواكب الحسينية الذين تعاونوا معا في توفير بيئة آمنة للجميع. ختاما، نجدد العهد على المضي قدما في هذه الرسالة، عازمين على تطوير قدراتنا وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل شرائح أكبر من مجتمعنا، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعلنا دائما من الساعين لخدمة الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.